أو أخذ الدعاء الرجبي الآخر أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: بابك مفتوح للراغبين. إذا نغلق الأبواب نحن بعد انتهاء الدوام الرسمي، أي واحد يجي ونقول له انتهى الدوام معذرة تعال باكر بوقت الدوام، لا، بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين. ونيل أيضا تصور نفس هذه الصفات لو كانت عند إنسان، حتى نقرب الفكرة، مع طبعا عدم وجود أكيد مقارنة ولا يمكن أن يقاس. ورزقك مبسوط لمن عصاك، مو بس لمن أطاعك، لا حتى لمن عصاك. وحلمك معترض لمن ناواك، معترض يعني متعرض معروض على من ناواك وعلى من عاداك وعلى من بارزك بالمعصية. عادتك، هاي عادة عندك، مو مسألة تصرف استثنائي، لا، عادتك الإحسان إلى المسيئين، هذه عادة عندك وسجية، وليست حالة استثنائية لسبب أو لغرض أو لآخر، لا لا، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. يتحدى الله تعالى من هذول مع الأسف ملحدين مشككين علمانيين وما أدري شو يسمون أنفسهم، لكن المشكلة غرهم حلم الله تعالى عليهم فيتمادون أكثر. شوف، وسبيلك الإبقاء على المعتدين، يعتدون عليك وأنت تبقيهم وتستمر بعطائك له. هم هؤلاء المعادين إلى الله تبارك وتعالى، لو قطع الهواء عنهم لحظة واحدة ما يتنفسون، يبقون هم. لو هذا الدم الذي يسير في بدنهم أمره بالتوقف ويبقى على قيد الحياة، هذا المسكين، هذا هو اللي جاي يريد ينكر وجود الله تعالى ويريد يعارض ويريد يشكك ويريد يعتدي. يا مسكين، هو أنت ايش عندك؟ أنت ايش تملك من دون الله تبارك وتعالى؟ اسم الآية مع الأسف تقول: ما غرك بربك الكريم. هذا الحكي لأن ربهم كريم، هذا الذي غرر بهم وجعله يتمادون بهذا الشكل.